عايزك تعتبر شخصيتك دي هي علامتك التجاريه، ما تخافش ان انت تبان شخصيتك الحقيقيه حتى بالعيوب اللي انت عارفها عن نفسك. بص، خليها قاعده في دماغك، مفيش حد من غير عيوب. وخلي بالكم كل اللي بيخبي عيوبه ده بيبان عليه انه مش حقيقي، بيبان عليه انه مصطنع. وملحوظه يا جدعان، الناس بتقدر الشخص الحقيقي، مش اللي على طول عامل نفسه فيك ومن غير عيوب ومتعالي عن الناس. ناس بتحب الشخص الحقيقي، مش اللي مستخبي ورا قناع وعامل نفسه شخص مثالي، حتى لو الحاجات دي كانت طفوليه. يعني انا بقعد ابين اي حاجه انا على طبيعتي، ففي ناس بتشوفني طفولي، في ناس بتشوفني عيل صغير، في ناس اصغر مني سنا وعايشين دور مش دورهم، فشايفين ان انا تافه. الفكره ان انا مش تافه، الفكره ان انا كده حقيقي، اللي في قلبي على لساني، ما بخبيش حاجه. فعشان كده انا ابقى تافه مثلا او عيل صغير او ماشي بقلب طفل ولا بعقل طفل 100% حقيقي. هي دي شخصيتك، ليه مخبيها؟ دي الفكره. بص، ان انت تبقى عايش حياه حد تاني او بتقلد حد تاني، فانت كده مش هتبقى محبوب او هتلاقي منك كتير، لان في كتير بيحبوا الشخص ده. في فرق بين انك تحب شخص او تاخده مثل اعلى وانك تقلده كربونه. انما عارف بقى مين اللي عمرك ما هتلاقي حد عامل زيه، او عمرك ما هتلاقي ليه مثيل بجد؟ هو انت، لان انت حرفيا ما فيش منك اتنين. بصمتك دي في حد تاني عنده نفس بصمتك، الشكل ده في حد عنده نفس شكلك بالملي. ونعم بالله ربنا يخلق مش شبه 40، بس بتكلم بالملي. مفيش. عيش قصتك، خليك في نفسك، ما تخبيش حاجه من شخصيتك، وحب نفسك. ما تبقاش نرجسي، بس حب نفسك. سلام.